السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل رز بلبن، وصفة سهلة وبسيطة خالص. معايا كيلو لبن ومعلقتين ونص نشا وظرفين فانيليا وكوباية رز. كوباية الرز دي هحطها في الأول واحط معاها كوبايتين مية. هنزل بكوباية الرز كلها، عليها كوبايتين مية. هتغلي في الاول الرز ويشرب ميته دي كلها خالص، وهنزل عليها بكيلو اللبن. الرز غلى وشرب المية كلها، هنزل عليه بكيلو اللبن. كيلو لبن يغلي معايا، وهنزل عليه بالنشا والفانيليا. مش هنزل بالسكر دلوقتي، معايا كوباية ونص سكر. بيغلي معايا الرز بقلبه على طول، بقلب فيه على طول على طول عشان ما يلزقش مني في قعر الحله. الرز بيغلي معايا ما لزقش في قعر الحله، ايدي فيها كده على طول. هنزل بالسكر كوبايه ونص، كوبايه ونص سكر، وهنزل بالنشا في الاخر. اقلب السكر كويس. دي فيه كده على طول عشان ما يكلكعش مني النشا. تحشى نص كوبايه لبن معايا، هنزل عليها بمعلقتين ونص نشا وظرفين الفانيليا. واحد اتنين، هقلبهم كويس. وهنزل عليهم بالرز اللي بيغلى. استوى معايا. اخر حاجه النشا على طول. كده الرز استوى معايا، هغرفه على طول في اطباق وهو سخن على طول. ادي الرز بلبن بعد ما خلصته وغرفته، هحطه في التلاجة. اللي عايز يضيف عليه مكسرات اللي يحبها، جوز هند، زبيب، فول، المكسرات اللي يحبها ضيفوها عليه. لو عجبكم لايك واشتركوا في القناة. شايفين بعد ما طلع معايا من التلاجة بيجي زي بتاع المحلات بالظبط، ولا احلى من كده.